على حسب. دي الإجابة الشهيرة اللي لما حد يسأل الأسئلة اللي هقولها لك دي بتترد عليه على طول كده، دايما بكلمة على حسب. الأسئلة دي بتبقى زي أي أنهي نوع keyword match type هو الأغلى، وأنهي نوع هو الأحسن، وأنهي نوع المفروض تستخدمه. في الفيديو ده أنا عايز أعدي المرحلة دي، عايز أعدي مرحلة على حسب. عارف ليه؟ عشان تعرف بعد كده بجد تستخدم امتى تستخدم فريز ماتش، وامتى تستخدم اكزاكت ماتش، وامتى حتى تستخدم برود ماتش. سؤال بقى مهم جدا: ليه الفريز ماتش والاكزاكت ماتش غاليين والبرود ماتش دايما ارخص؟ اللي عايز اقوله لك ان الفريز ماتش والاكزاكت ماتش مش غاليين بطبيعتهم، مش دايما بطبيعتهم اغلى من البرود ماتش. افتكر بس انها اوكشن، يعني مزاد. يعني بالعربي كده، كل ما بالبلدي كده، كل ما زاد الناس اللي بتزايد على السيرشز كل ما السعر غلى. اللي عايز اقوله لك الاكزاكت ماتش غالبا بيكون اغلى نوع، والبرود هو ارخص نوع. وده في وجهة نظري منطقي، لان الاكزاكت استهدافه ضيق جدا، فانت بتستخدمه للكلمات المحددة قوي اللي انت عايز تستهدفها بالملي. في حاجة مهمة كمان عايز اقول لك، انك لازم تعرف ان منافسينك كمان عايزين نفس الكلمات دي اللي هي بتاعت الاكزاكت ماتش. ف فده بيبقى، اقول لك بتبقى ملحمة. يعني ده بيبقى مطمع لكل الاكزاكت ماتش، بيبقى مطمع لكل المنافسين. اما بقى بالنسبة للبرود ماتش، فالسي بي سيز بتاعته دايما بتكون ارخص، لانك بتظهر في الاف السيرشز اللي بتبقى لونج تيل او عامه. يعني بتبقى اغلب السيرشز بتبقى عامه، فانت بتظهر لده. بس في حاجه مهمه بالنسبه للبرود ماتش، لازم تبقى فاهم وعارف ان مش كل منافسينك بيزايدوا عليها على البرود ماتش، فده بيخليها بطبيعتها ارخص، عكس الاكزاكت ماتش اللي كله بيبقى عايز يزايد عليها وكله عايزها. المفروض تبقى فاهم من الاخر الحسبه بالنسبه لك عامله ازاي. هل الزيارات الرخيصه من البرود ماتش مثلا بالنسبه لك بتحقق الكونفرجنز او الكونفرجن ريت المناسب ليك، او العالي اللي بيرضيك ويخليها تستاهل عشان تدفع عشانها، ولا لا؟ بص، عشان نسهل الموضوع تعال اخدك في مثال كده حلو. تعال نفترض شويه ارقام. لو عندك شويه اكزاكت ماتش، لو عندك شويه اكزاكت ماتش كيوردز، والسي بي سيز بتاعتها، السي بي سي بتاعتها $5 الافريج يعني، والكونفرجن ريت بتاعك بتاع الكلمات دي 2%، فلو هتحسبها هتلاقيه السي بي اي بتاعها $250. ولو عندك برضو كلمات برود ماتش، حبة كلمات، السي بي سي بتاعها الافريج $2، والكونفرجن ريت بتاعها 0.5%. وطبعا في الحالة دي السي بي سي قليل، بس كمان الكونفرجن قليل. وطبعا زي ما انت عارف الارقام دي هتديك سي بي اي ب 400، كوست بير اكشن $400. يعني هتاخد زيارات اكتر بكتير، بس السي بي اي اعلى او اغلى. تعال نرجع لمثال الاكزاكت. في مثال الاكزاكت ماتش، لو ميزانيتك $1000 في الشهر، فالاكزاكت هتاخد منها 200 كليك واربعه كونفرجنز. اما بقى في مثال البرود ماتش هتاخد 500 كليك واتنين ونص كونفرجنز. السؤال هنا بقى، هل ده كويس للبيزنس بتاعك ولا لا؟ عارف المفروض تعمل ايه؟ المفروض تجرب. المهم ان انت تجرب بنفسك وتشوف هل الزياده في الترافيك هتساعد البيزنس بتاعي ان يوصل للاهداف اللي انا عايزها ولا لا. ولو مش عارف تجاوب على السؤال ده، ممكن تعمل اكسبيرمنت يعني، وتقسم حملتك نصين، نص اكزاكت ونص برود، واعمل اي بي تيستنج وشوف الدنيا هتمشي ازاي. بس انا هنصحك نصيحه مهمه: ما تقربش بقى من الاي بي تيستنج ولا من الكامبين الا لما يكون في نتائج واضحه. يعني الابيض من الاسود واضح، واضح ان خلاص انت الارقام بتقول لك انك انت هتمشي ببرود، او الارقام بتقول لك ان انت هتمشي ببرفورم باكزاكت. سؤال تاني مهم برضو بيجي كتير في موضوع الاكزاكت ماتش ولا الماتش تايبس. طيب اختار اكزاكت ماتش ولا فريز ماتش؟ وده كان بخصوص النيجاتيف كيوردز.
يعني اعمل النيجاتيف كيوردز باكزاكت ماتش ولا بفريز ماتش؟ انت عارف ان النيجاتيف كيوردز دي طبعا ليها ماتش تايبس، بس مش بتشتغل زي الكيوردز العاديه. الماتش تايب في النيجاتيف كيوردز بتشتغل بشكل مختلف. في البرود ماتش نيجاتيف اعلانك مش هيظهر لو البحث فيه كل الكلمات اللي في النيجاتيف كيورد، حتى لو بترتيب مختلف. هديك مثال بسيط. لو انت مثلا حاطط يوجا بانتس از نيجاتيف كيورد، معنى كده ان انت مش هتظهر على اي سيرش بيبقى فيه يوجا بانتس ولا بانتس فور يوجا. هتظهر بس على يوجا بانت لان هي بالمفرد. كده انت هتظهر عادي لان الاس مش موجوده. هنا المفرد والجمع بيميز فيهم. لحد دلوقتي النيجاتيف كيوردز لازم تطابق البحث بالظبط، السيرش بالظبط. يعني لو ما فرقتش بين لو ما فرقتش بين المفرد والجمع مش هتتمنع. طيب بالنسبه للفريز ماتش نيجاتيفز، هقول لك دي بتمنع اي بحث فيه الجمله بالظبط. هتقول لي ازاي؟ هقول لك مثلا يوجا بانس زي بيست يوجا بانس كده، هي انكلودنج المعنى او السيرش انتنت، بس مش هتمنع بانس فور يوجا. والاكزاكت ماتش نيجاتيفز برضو بتمنع البحث ده بس بالملي. فلو حد كتب يوجا بانس وومن، اعلانك هيظهر عادي خالص. سؤال بقى مهم هنا ومحوري: هل ينفع احط نفس الكلمه مره اكزاكت ومره فريز في نفس الاد جروب؟ بصراحه لا، يعني مش استراتيجيه كويسه خالص. طبعا ده كان زمان من 10 سنين عشان السيطره، عشان تسيطر اكتر على الكامبين وتبقى منافس قوي. لكن دلوقتي جوجل اتغير خالص. لو عملت كده هيبقى انت كانك بتفرق في الداتا بتاعتك وتخلي الحمله تاخد وقت اطول عشان تتعلم. الاحسن ابدا بنوع واحد وراجع السيرش تيرم ريبورت. ولما تراجع السيرش تيرم ريبورت لو لقيت النتائج كويسه بس الفوليوم قليل، يبقى حول من اكزاكت لفريز ماتش. بص دلوقتي نصيحتي ليك هي ان يا اكزاكت لو ميزانيتك قليله وعايز سيطره، يا برود لو عايز تكبر وميزانيتك كبيره. تسمح بده، يعني تسمح باللي انت تكبر. لكن بقى بالنسبه للنيجاتيف الفريز ماتش هو البريمو. اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو دوس اعمل فولو وسبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.